السلام عليكم ورحمة الله. بما اننا بقى بدأنا سلسلة حلويات رمضان الجميلة اللي بتنفعنا بقى كل سنة. طبعا ما يخلاش على سفرة رمضان البلح الشام والحاجات الجميلة دي. فالنهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام بطريقة جميلة وسهلة وحلوة جدا، هتعمليه احلى من المحلات كمان. يعني طريقة حلوة قوي وجميلة قوي، كمان من كتر حلاوته اصلا انت هتحسي ان انت يعتبر كلت الكمية كلها. من حلاوته وخفيته، ولا تقيل ولا بيعمل زي اللي بره خالص، وحلو جدا. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقة والمقادير السهلة بتاعتنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، انا حبيت احط المكونات كلها في كوبايات، يعني عشان اوريكم برضو ان احنا يعني الدنيا تبقى سهلة يعني وبسيطة علينا، ما نعقدهاش. انا عندي دلوقتي 3 كوبايات دقيق، عندي يعتبر هاخد ربع كوباية نشا. انا حاطه يعتبر اكتر من ربع، بس هاخد ربع بس. عندي نص كوباية زيت، عندي كوبايتين مية، وعندي معلقة سكر، وربع معلقة ملح، وعندي 6 بيضات. وعلى كل بيضة هحط كيس فانيليا. هو عامة انا مش هاخد ال6 بيضات لان البيض عندي كبير، بس انا حطاهم يعني كلهم يعني تمام. دلوقتي على نار، حطيت حلة. يفضل الحلة نستخدمها اذا كانت ألمونيوم او استانلس افضل، عشان تعرف اللي هي تعرفنا يعني السوا بتاعنا اللي انا هوريه لكم يعني لما يجي وقته ان شاء الله. تمام. هبتدي بقى انا انزل بالمكونات السائله اللي هي الميه والزيت، وبعد كده هنزل عليهم بالسكر والملح وهدوبهم لحد ما الميه تغلي. اول ما الميه تبتدي انها خلاص هتبتدي تغلي، هبتدي ان انا انزل اهو زي ما انت شايفين كده، هبتدي ان انا انزل بالمكونات الجافه بتاعتي. انا مش عايزه الميه تتبخر عشان ما نقصش المقادير بتاعتنا. تمام. هبتدي بقى ان انا انزل الكوبايات الدقيق بتاعتي دلوقتي. خلاص حسيت ان الميه بدات تغلي، هبتدي ان انا انزل الدقيق. تمام. انزل 3 كوبايات دقيق، واروح نازله كمان بربع كوبايه النشا. تمام. ونبتدي بقى نجيب معلقه خشب، او لو في معلقه سيليكون تكون محمله شويه تمام، بس هي الافضل تكون معلقه خشب. تمام. هبتدي بقى ان انا اقلب كويس جدا لحد ما العجينه تتكون معايا وتتكون قطعه عجين يعني، او قطعه متماسكه يعني. تمام. هنقلب فيها كويس، هنقعد نقلب فيها كويس جدا دلوقتي لحد ما العجينه تكون من تحت طبقه، اللي هو تحس انها طبقه لازقه كده في الحله، او حاجه متماسكه يعني كده، زي قشره كده. تمام. اول ما تكون القشره دي اعرفي ان هي خلاص بدات تستوي، فقلبي فيها كويس جدا لحد ما تلم على بعضها وما يكونش فيه اي اثار للدقيق. تمام. هخلص دلوقتي العجينه خلاص يعتبر استوت، او خلاص انا مش هحتاج ان انا اقلب فيها كتير تاني على النار. هظبطها زي ما انتم شايفين. انا حبيت اوريكم الطبقه اللي هي القشره اللي اتعملت من تحت كده، بيدل ان احنا خلاص احنا وصلنا للمرحله اللي احنا عايزينها. هنقلب فيها يعتبر دقيقه كمان وخلاص نروح شايلينها من على النار. في المرحله دي انا حطيتها في العجان عشان هبتدي ان انا ابردها بالسلاح اللي هو بتاع الكف يعني بتاع العجان. لو ما عندناش عجان ممكن نشتغل بمضرب البيض لو متوفر. لو ما عندناش ولا ده ولا ده، هنحطها في طبق، هنفردها اللي هي في طبق يكون واسع او مسطح يعني كبير. هنفردها لحد ما تبرد خالص. بعد كده نبتدي ان احنا نشتغل ننزل يعني الكمية بتاعتنا بتاعت البيض، بيضة بيضة بايدينا او اي معلقة خشب. زي الفل. انا في فيديو السنة اللي فاتت كنت عاملاه من غير ما اضرب بيض خالص ولا عجان ولا الكلام ده كله، كان يعتبر مشتغلين يدوي من البداية للنهاية. تمام. فزي ما انتم شايفين كده، ان السنه دي انا هشتغل بالعجان عادي جدا، ده او ده ينفع معانا، مفيهوش اي مشكله. خلاص العجينه بتاعتنا كانت بردت، او يعتبر الى حد ما انا قادره امسكها يعني، ما تسويش البيض معايا. تمام. هبتدي بقى ان انا انزل البيض معايا بيضه بيضه، مش هنزل كميه البيض كلها مره واحده. تمام. هبتدي البوله اللي انا كنت حاطه فيها البيضه، هحط البيضه على جنب يعني، وهاخد بيضه بيضه هكسرها، وهنزل عليها بكيس الفانيليا، واروح نازله عليها على العجينه لحد ما تختلط كده وتندمج. بعد كده اروح نازله بالبيضه اللي وراها على طول.
انا بجهز بقى البيضة التانية، وعلى ما البيضة الاولانية تختفي يكون البيضة التانية خلاص جاهزة يعني. هروح نازلة بقى على طول، ومع كل بيضة بحطها اروح حاطة عليها كيس الفانيليا، او لو مش متوفر مثلا، او لو متوفر اللي هو الفانيليا السايلة، ممكن نحط اللي هي مثلا معلقة صغيرة او معلقة على حسب انت حابة نسبة الفانيليا موجودة في البلح الشام قد ايه، بس يفضل احنا ما نزودش او عشان ما يمررش او ما تعملش مرارة يعني. تمام. جهزت البيضة التالتة اهو. كل ما بيضة تختفي نروح حاطين البيضة اللي وراها. طب لو ما عندناش عجان زي ما قلت ممكن نشتغل بايدينا، اللي هو نجيب بولة مثلا نحط العجينة بتاعتنا فيها، وننزل بالبيضة الاولانية، بعد كده نقعد نمسك ايدينا كده اللي هو بايدينا نشتغل بيها، وان هي نمشي بالكمية كلها. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا حبيت اوريكم ان انا مخدتش كمية ال6 بيضات كله، عشان البيض معايا كان كبير او كان حجمه كبير يعني، اللي هو خلاص حسيت ان العجينة استكفت وخدت 5 بيضات بس. طب لو احنا البيض بتاعنا صغير هنستخدم ال6 بيضات بتوعنا. تمام زي الفل، مفيهمش اي مشكلة. تمام. جبت بقى القمع بتاعي، اللي هو النجم ده، او قمع البيتي فور، هو قمح بلح الشام زي ما بيقولوا. وجبت الكيس الحلواني بتاعي، يفضل يا اما يكون السيليكون اللي هو المحمل، او الكيس القماش اللي زي اللي معايا ده. تمام. ممكن برضو في كمان دلوقتي اللي هي الاكياس البلاستيك، بس اللي هي المحمله شويه، بس برضو يفضل ان احنا ما نستخدمهاش او يعني بس لو مفيش غيرها تمام. هو عامه اللي هي عشان العجينه بتبقى تقيله معانا، فلازم تكون حاجه محمله معانا شويه. تمام. زي ما انتم شايفين كده، جبت الطاسه بتاعتي بقى، هبتدي ان انا اقطع البلح الشام بتاعي. الزيت اللي بنقطع فيه بيكون لسه بارد، ما فيهوش اي حاجه، انا ممكن احط ايدي فيه عادي، ما فيهوش اي مشكله. تمام. هنسيبها نقطع. هنجيب مقص ونقعد نبل فيه من فترة للتانية كده، وننزل بقى البلح الشام بتاعنا في الزيت بتاعنا لحد ما الطاسة تكتفي معانا. لما نيجي نحط بلح الشام او وحدات بلح الشام يعني في الطاسة، يفضل ان احنا ما نزودش الكمية يعني قوي، ما نزنقش ما بينهم، عشان كل واحدة تاخد راحتها. عشان هنشوف عملية ان هي لما تيجي تتحط على النار تبتدي تخش في السوا، هتلاقيها انها بتبتدي تلف نفسها بنفسها، مش بتحتاج ان انت تتدخلي او انت تقلبيها لوحدك. فعشان تقدر تعمل المرحلة دي لازم يكون في مسافة ما بينها وما بين التانية يعني. تمام. هخلص بقى انا الكمية كده، هنزل بيها. ممكن بدل ما تعملي بالمقص يعني، ممكن تستخدمي ايدك عادي، اللي هو تبل صباعك وتروحي قطع بيه عادي، مفيهاش اي مشكلة. هبتدي بقى خلاص بعد ما خلصت الكمية بتاعتي، زي ما انت شايفين كده، مش مزنقة الدنيا قوي في الطاسة، عشان تاخد راحتها كويس في الطاسة بتاعتنا يعني، وتعرف تلف وتاخد راحتها في الطاسة. تمام. حطيتها بقى كلها على النار. هشغل على النار لحد ما هسيبها براحتها خالص، تاخد وتدي كده على النار لحد ما الزيت يسخن. هتلاقيها بتبتدي انها تطلع لوحدها كده، وتقعد تلف في نفسها كده في الطاسة. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده، الزيت بقى ده خلاص سخن، وهي خلاص نفشت او اللي هي قبت على السطح يعني. هتبتدي بقى انها تلف نفسها. زي ما انتم شايفين كده، هتحس ان هي كل واحدة بتلف نفسها بنفسها يعني، مش محتاجة ان انت تلفيها. اهو زي ما انتم شايفين كده، لو ركزتوا في الفيديو هتلاقوا ان هي كل وحدات بلح الشام بتلف نفسها بنفسها، فهي مش محتاجة مننا ان احنا نلفها. وفي المرحلة دي حذاري ان انتي تدخلي بايديكي او اي حاجة، عشان هي بتبقى لسه طرية، فلو احنا اتدخلنا في الوقت ده هتشقق منك وهتفتح. فاحنا ما نتدخلش باي حاجة خالص. ممكن هي اللي هي نساعد، بس يفضل برضو ما نعملش اي حاجة خالص لحد ما تمسك نفسها او تحس انها بدأت تنشف كده. دلوقتي نبتدي بقى ان احنا نقلب فيها براحتنا. زي ما انت شايفه كده، انا حسيت خلاص انها بدأت تلون وبدأت تمسك نفسها كده، هبتدي ان انا اساعد شويه. بس هي برضو في نفس المرحله دي برضو بتلف نفسها بنفسها. بس لو حسيت ان هي محتاجه مساعده مني، او ليه مش خدت اللون كله يعني، نبتدي ان احنا نساعد عادي. تمام.
هبتدي بقى ان انا اقلب، لو في واحده مثلا ما بتتقلبش الواحده يعني ان انا اقلبها، وهمسك باي مقصوصه، اي مصفى اللي هي مصفة الزيت بتاعتنا عادي، برضو نشتغل بيها برضو، او الشبكه اللي هي بتاعت الزيت برضو هتبقى تمام وزي الفل، مفيهاش اي مشكله. تمام. في المرحله دي بنكون مجهزين الشربات بتاعنا البارد، لو انت مش عاملاه ممكن تعمليه قبل ما تعمليه اصلا، او ممكن تعمليه قبلها بيوم. الكمية يعني اللي هو مثلا تعملي كوبايتين سكر على كوباية مية، وتعمليهم يعني، وتحط عليهم عصرة ليمونة ومعلقتين عسل جلوكوز، وتسيبيهم يغلوا مثلا 10 دقايق لحد ما يتكثفوا يعني، يبقى القوام تقيل، وبعد كده تحطيهم يبردوا في التلاجة. تمام. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده خلاص يعتبر بلح الشام اخد اللون الكويس بتاعه يعني. يستحسن يعني ان احنا نغمقه سنة عن المعتاد، عشان لما بيجي يتحط في الشربات اولا بيفتح شوية، ثانيا يعني لما بيقعد فترة او بيقعد عندنا شوية يعني في التلاجة او برا يعني، بياخد برضو سنة فت اللي هو بيفتح سنة كمان. تمام. هبتدي بقى ان انا اصفي، يكون معايا مصفى او اي حاجة جنبي، هبتدي ان اصفي. هو مش شارب زيت اصلا، بس برضو احتياطا عشان لو في نقطتين زيت 3 ولا حاجة ما تعملش عازل ما بينها وبين الشربات يعني. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، انا كنت مجهزه اصلا الشربات عندي كده كده في فيديو قبل كده، لو حابين تتفرجوا عليه اتفرجوا عليه، القناه موجود. لسه عاملاه يعني من كام يوم. زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله اللهم بارك، الشربات تقيل جدا. فانا زي ما قلت لك، انت لو مش مجهزه الشربات عندك اصلا من قبل كده اوريدي يعني، بتبتدي ان انت تحطي كوبايتين سكر على كوبايه ميه، على عصره ليمونه ومعلقتين عسل جلوكوز، وتسيبيهم لحد ما يتعملوا يعني، وبعد كده تحطيهم في التلاجة يسقعوا. بس انما يكون الشربات عندنا في جاهز في التلاجة بيسهل على الدنيا اكتر، وبنعمل اللي احنا عايزينه في اي وقت. كنت حابة برضو اوريكم برضو سمك الشربات عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا. هبتدي بقى ان انا انزل وحدات بلح الشام يعني في البولة بتاعتي، احاول ان انا اغمرهم، يكون ان هم غطسانين كده براحتهم في الشربات، عشان عشان هما يشربوا كويس جدا من الشربات بتاعنا، يبقوا الكمية بتاعتنا مظبوطة يعني زي الفل. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت يعتبر، وكان تقريبا فاضل كمية واحدة كمان بس اللي هي صغيرة بعملها، فقلت اصور لكم دول يعني على ما يخلصوا. زي ما انتم شايفين وريتها لكم اللي هي في القمع يعني. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا، حلو جدا. يمكن الطبق ده كمان انا استعجلت عليه وما سبتوش في الشربات شوية، فما شربش كويس، انما الباقي يعني الطبق التاني الكبير ما شاء الله شارب كويس جدا وحلو جدا. زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله، حتى القطط ما شاء الله عندي حبوها يعني، جميل جدا. بصي اللي عندك كله هياكله، قطط بقى، بني ادمين، اي حاجه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك اهو، حبيت اوريكم اهو، حبيت انا اوريكم ان هو ما شاء الله شارب شربات كويس جدا ومقرمش ومخرفش كده، وينفعنا بقى على طول بقى، بيبقى في رمضان يبقى احلى واجمل من بره مليون مره. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش الاشتراك وتحطوا لي لايك، والسلام عليكم.